ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم على نصايح الجوله الثامنه من الفانتسي البريمير ليج. ومش بس كده، هيبقى في خناقه ما بين انا وريكو على تشكيله الجوله الثامنه، وكملوا الفيديو للاخر علشان في هديه جامده قوي ليكو هنتكلم عنها. تعالوا ندخل سريعا كده على احصائيات الجوله الثامنه ونشوف ايه الماتشات الكويسه للجوله دي. نبدا بماتش مانشستر يونايتد وليفربول، اللي انا شايفه هيبقى ماتش هجومي ما فيهوش كلين شيت. وطبعا نقطه ضعف مانشستر يونايتد هي ناحيه دورجو اللي هيلعب فيها صلاح، واحنا عارفين ان صلاح هو اكتر واحد مساهم قدام مانشستر يونايتد ب 19 جول. ولو لسه عندك صلاح ممكن يبقى اوبشن كابتنه وخيار كويس جدا للجوله دي. ماتش سيتي وايفرتون، الماتش ده برده كويس جدا لمانشستر سيتي سواء دفاعيا في غياب جريليش من ايفرتون، او هجوميا للسيتي، لان ايفرتون عندها نقطه ضعف واضحه على الاطراف. فلو عندك دوكو هيبقى خيار كويس، وطبعا هالاند اللي بيجيله اغلب الفرص في السيتي. الماتش الثالث هو ارسنال وفولهام. ده ماتش هو مش احسن حاجه، بس اعتقد ارسنال اتحسنت جدا الفتره الاخيره، والماتش ده مش هيبقى زي قبل كده. ونقطه ضعف فولهام هي في العمق، فسواء ايزي او جيوكاريس وارد جدا يساهموا. وممكن ساكا برضو عشان ضربات الجزاء وارد يساهم. وطبعا لو معاك حد من دفاع ارسنال تلعبه في الماتش ده. ماتش تشيلسي ونوتنجهام، نوتنجهام وقع جدا الفتره الاخيره، والماتش ده حلو جدا هجوميا لتشيلسي. وبرضه نقطه ضعف نوتنجهام هي من القلب، فسواء عندك انزو او جواو بيدرو الاثنين خيارات كويسه. وبرضه دفاع تشيلسي للماتش ده هيبقى خيار كويس. ماتش كريستال بالاس وبورنموث، الماتش ده هيبقى متقفل شويه، بس لو عندك حد منهم من الفرقتين ومضطر تلعبه لعبه يعني الجوله دي. ماتش ويست هام وبرينفورد، الماتش ده اعتقد هيبقى مفتوح ما فيهوش كلين شيت. وخيارات من الماتش دوت عندك بوين وتياجو مهاجم برينفورد. ماتش برايتون ونيوكاسل، نيوكاسل قويه جدا دفاعيا، هي عامله 5 كلين شيت في اخر 7 ماتشات. لو عندك حد من دفاعها لعبه، وخيار كويس جدا دفاع نيوكاسل للفتره الجايه. هجوميا نقطه ضعف برايتون من ناحيه اليمين، فلو جوردون هيلعب هيبقى خيار كويس جدا. وفولتميدا برضو لو لعب هيبقى خيار هجوميا كويس. ماتش ليدز وبيرنلي، طبعا بيرنلي عامله موسم سيء جدا، ونقطه ضعف بيرنلي هي من ناحيه اليمين. واللي بيلعب في ليدز ناحيه اليمين هو نوح اوكافور، واعتقد ممكن يساهم في الماتش ده. وبرده لو عندك جودمونسون الباك ليفت ممكن يلعب برده الماتش ده ويساهم. الماتش الاخير معانا هو ساندرلاند وولفز. وولفز المركز الاخير على الدوري وبرده واقع جدا. ساندرلاند مقدمه اداء كويس جدا الفتره الاخيره. لو عندك حد من دفاع الماتش ده خيارات كويسه. ولو عندك حد هجوميا شبه المهاجم بتاعهم ايسيدور او الجناح بتاعهم انزو ليفيه، الاثنين خيارات كويسه للماتش ده. تعالوا ندخل على خناقه تشكيله الجوله الثامنه. وانا وريكو قررنا ان كل واحد فينا هيختار لعيب. هيبقى في الاخر انا مختار 5 لعيبه وهو مختار 5 لعيبه، ونشوف مين فينا لعيبته هتجيب نقط اكتر للجوله دي. جاهز يا عم ريكو؟ انا الصراحه هبدا واسرق منك انزو فرنانديز قبل ما تقوله، لان انا شايفه ان هو هيبقى من اعلى الناس اللي هتجيب نقط الجوله دي. قيس كده يا مشالي، هات لي صلاح وحط لي عليه اشاره الكابتنه. خلاص لو كده انا هحط هالاند وكابتنه. لو كده هروح لحد من هجوم ويست هام واختار جيرارد بوين. لو كده انا هروح لارسنال واخد منهم خيار ديفرنشال شويه شبه ايزي. طب خد عندك بقى ده، انا هاخد نوح اوكافور من ليدز. انا محتار شويه ما بين فولتميد وجوردون، بس هروح مع اللي فورمته احسن وهختار فولتميد. ويلا بينا ندخل على المدافعين علشان شكلنا نسيناهم. لو على الدفاع فانا اكيد هبدا بكاليفيوري من ارسنال. وبما انك اخترت كافور، فانا اخر لاعب ليا هيبقى جودمونسون. واخر واحد جافارديول من السيتي، والداتا هتنصفني المره دي. وزي ما انتم شايفين ان التشكيله من غير حارس، وده سايبه لكم انتوا. واللي هيتوقع اكتر حارس جاب نقط في الجوله الثامنه صح هيكسب معانا تيشيرت كوره هديه بالفريق اللي هو يختاره. طيب لازم يكون عامل ايه؟ لازم يكون عامل الكومنت قبل الديدلاين وما يعملوش ايديت بعدها، ويكون عامل لايك وشير للفيديو، وفولو على التيك توك، سبسكرايب على اليوتيوب. وبس كده. كان معاكم احمد مشالي، وده برنامج من الاب للجون. سلام.